السلام عليكم، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ جايه لكم بفيديو مختلف النهارده. هنشوف السلايف لما بتتجمع مع بعض بتعمل عظمه. ربنا يهدينا الحال وما يقطعهاش عاده تاني. ويلا نشوف هنعمل ايه. اول حاجه هعملها هقطع البصل في حله على النار فيها زيت وسمنه، وهنزل بالبصل المفروم. واول ما البصل يدبل هنزل بعصير طماطم، وهضيف الملح في الاول علشان الصلصه ما تبقاش غلطه. معايا هنا ميه ورق العنب غليت، فهبدا اسلقه. بسم الله. كده خلاص هطلعه من الميه السخنه على ميه بارده على طول. خلاص ورق العنب بقى جاهز معايا، وكمان جهزت الخضره. دلوقتي هعمل كفته الرز. هضيف الاول اللحمه، وهضيف معاها الملح والبيكربونات الصوديوم او الكربوناتو، وهنفرمهم الاول مع بعض. بسم الله. هنفرم اللحمه لحد ما تبقى مسمغه كده، وبعد كده هنزل بالخضره ومعاها البصل والثوم، وبعد كده معايا رز مغسول. هفرم الرز الاول شويه بشويه كده. خلاص الخلطه بقت جاهزه. هضيف عليها كمون، فلفل اسمر، شطه بسيط، كزبره ناشفه لو متواجد، وهقلب كل المكونات مع بعض. كده خلطت المكونات مع بعض. هفرمهم في الكبه جزء جزء. نخلص بقيه الكميه ونرجع تاني. كده كفته الرز بقت جاهزه معانا، وبعد كده هعصج اللحمه في حله على النار وفيها زيت وسمنه. لما يسخنوا هنزل باللحمه المفرومه وعليها نص ليمونه. اول ما اللحمه تاخد اللون البني ده، طبعا كل ده بشوحها على نار عاليه. انزل ببصل مفروم ناعم، ميه متقشره ومتقطعه ناعم، وفلفل اخضر، وهضيف التوابل: فلفل اسمر ورشه جوز الطيب والملح. هقلبها كويس، وبعد كده ههدي النار اغطي واسيبها تستوي براحتها. معايا الفراخ متقطعه صوابع ستريبس كده، والتوابل: توم باودر، بصل باودر، بابريكا، رشه بسيطه كركم، فلفل اسمر، رشه بسيطه حبهان مطحون، كمون، شطه حسب الرغبه. لكل كيلو بانيه معلقه ملح صغيره مليانه، وحوالي كوبايه لبن رايب بس ضرباه في الخلاط علشان ما يعملش تكتلات كده ويبقى مش كويس. هضيف التوابل على اللبن الرايب، وبعد كده هضيفهم على الستريبس، وهسيبه منقوع في التتبيله دي لا يقل عن ساعتين. كده خلاص اللحمه المفرومه استوت، فهطفي عليها. نجهز خلطه المحشي. ادي الرز، الصلصه، فلفل اسمر، كمون، شطه، ولو امكن كزبره ناشفه. وهنا ام محمد بدات تلف لنا ورق العنب لانها اكتر واحده متميزه في لف ورق العنب. ضفنا في الحله الاول طماطم وبصل وفلفل والعيدان اللي هي بتاعت ورق العنب دي علشان ما يلزقش، وكمان بيديله طعم حلو. وكده خلاص ورق العنب بقى جاهز معانا. وهنا كانت سلفتي غفلتني وعلقت على ورق العنب، فلحقت اخد لقطه كده. وهنا كنت بجهز الملوخيه الخضراء. معايا ملوخيه متقطفه ومغسوله حلو جدا، وهبدا اخرطها في الكبه. ما شاء الله الكبه دي حلوه جدا في تقطيع الخضار، وكمان خرطت الملوخيه حلو جدا اكني مخرطاها بالمخرطه بالظبط. وكمان حلوه جدا في البصل وبقيه الخضار والخضره وكده، تخلي الخضار اكنك مقطعاه بالسكينه مش عاملاه في الكبه ولا اي حاجه. عجبتني جدا نتيجتها. وكده ده شكل الملوخيه بعد ما خرطتها في الكبه. ما شاء الله حلوه جدا. وهنا بقى ام معاذ كانت مغلباني ومش عايزه تصور ومكسوفه جدا، فهي اللي هتعمل لنا الفته. بدات تجهز صلصه الفته. جابت كده حله وضافت فيها توم
وضافت عليه زيت، وهنا قلت لها ما ينفعش نضيف معلقة سمنة، قالت لي لا الافضل تبقى بزيت بس، لان طبعا اللحمة الضاني بتبقى دسمة جدا، فعلشان الفتة ما تبقاش تقيلة. وفضلت تقلب في التوم لحد ما اخد اللون الذهبي اللي هتشوفوه ده، وبعد كده طشته بالخل، وضافت كيس صلصة جاهزة. لو ما عندكيش صلصة جاهزة يبقى عصير طماطم فريش عادي خالص، وهتهدي النار وتسيبه يفك. كده الصلصة فكت، زودتها حوالي كوباية مية سخنة، وبعد كده سابتها تغلي غلوتين وطفت عليها. ودي معانا اللحمة كانت بتتسلق. وكده ام معاذ بدأت تقطع العيش اللي هنحمصه علشان الفتة. طبعا الفتة ما احلاها بالعيش البلدي الملدن. وضافت العيش في صينية زي ما انتوا شايفين كده، وعليه حوالي 3-4 معالق سمنة، وهنحمصهم في الفرن. وعلى ما العيش يتحمص نجهز خلطة الاستريبس. معايا هنا نص كيلو دقيق، انا استخدمت الكيلو الاستريبس ونص كيلو دقيق. هضيف عليه فلفل اسمر، بصل بودر، بابريكا، توم بودر، ومرقة دجاج فورية من كنور، حلوة جدا جدا في وصفة الاستريبس، وبجد بتخلي طعمه تحفة. وهضيف ربع معلقة صغيرة ملح ورشة كركم بسيطة جدا. هقلب كل المكونات دي مع بعض، وبعدين هنقص حوالي ربع الخليط ده كده في بولة. هقول لكم دلوقتي هنعمل بيه ايه. هنجيب الخليط اللي نقصناه في البولة ده وهنزوده مية متلجة. هزود المية بالتدريج لحد ما نوصل للقوام اللي انتوا هتشوفوه. عايزين قوام يكون سايب شوية وفي نفس الوقت مش متماسك قوي زي ما انتوا شايفين كده. وكده الخليط بقى جاهز معايا. وبعد كده هجيب الاستريبس هنزله في الخليط السائل ده، وبعدين على الخليط الجاف، وهضغط عليه ضغطة خفيفة كده جوه الدقيق حوالي 5-6 مرات. هنفضها من الدقيق هتلاقيها اخدت شكل الكريسبي معاكي وبقت تحفة. هخلص كل الكمية اللي معايا بنفس الطريقة دي لحد ما هنوصل للشكل اللي انتوا شايفينه ده. وهنا كنا خلصنا الاكل، بس ما قدرتش اصور لكم كل تفنيشات الاكلات لان الوقت كان ضيق جدا وما كنتش عارفة اصور. فحمرت الاستريبس في زيت غزير زي ما احنا متعودين، انا عاملاه قبل كده معاكم في حلقة بالتفصيل. وكمان عملت كفتة الرز وحمرتها بالبيض، كنت عاملاها معاكم قبل كده. وعملنا رقاق باللحمة، بس الحقيقة سلفتي غفلتني وعملته وما لحقتش اصورها. وجهزنا طبق الفتة علشان العيد، كل سنة وانتم طيبين. وحمرنا اللحمة وورق العنب والملوخية طبعا، بس ما قدرتش اصورهم لكم دلوقتي لان طبعا الوقت كان ضيق جدا، بغض النظر ان ما صورتش حاجات كتير في الاخر او وقعت مني وما لحقتش اصورها. بس بجد بجد كان يوم حلو جدا، ربنا يا رب يديمها علينا نعمة ويديم اللمة، واهم حاجة الاكل يبقى معمول بحب. وبكده ابقى خلصت معاكم حلقة النهاردة، يا رب تكون عجبتكم. لو عجبتكم الفكرة بتاعتي ما تنسوش تدعموني بلايك واشتراك في القناة علشان يوصل لكم كل جديد. مع السلامة.